السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. رمضان كريم، ان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا، وربي يقدرنا ويقدركم على الصيام والقيام ويتقبل منا ومنكم ان شاء الله. اليوم جيتكم بوصفه المتوم اللي على بالي بلي معظم الشعب الجزائري نهار الاول تاع رمضان يدير المتوم. شوفوا، على بالنا بلي في الاصل المتوم يجي باللحم غنمي، بصح اللي ماشي مقدور يشري اللحم ما يديرش المتوم يا اخي، حتى بالدجاج يجي بنان. نبداو بسم الله في الوصفه نتاعنا. عندي حوالي 250 غرام تاع اللحم. انا ما نكذبش عليكم، ما درتش الغنمي، درت اللحم المستورد مرحي. اللي ماشي قادره حتى على اللحم مستورد دير بالبولي اشي واش عليه. درت كميه هذيك تاع اللحم، زدت عليها ملعقه كبيره نتاع لا شابلي، وحطيت معاها شويه نتاع معدنوس وملعقه كبيره نتاع الثوم اللي كنت درستها مع الملح. على ذاك ما درتش الملح. حوالي نصف ملعقه صغيره نتاع الكمون وربع ملعقه صغيره نتاع الفلفل الكحل، وزدت معاهم ثاني بياض بيضه وملعقه صغيره نتاع السمن ولا لا مارغرين اللي كانت عندكم ديروها. نعجن مليح هذاك اللحم المكفت ونخليه يتشرب هذيك التتبيله. عاود نولي لهنا نجيب اناء واحد اخر، نحط فيه ثاني ملعقه كبيره معمره مليح تاع الثوم هذاك اللي كنت درسته بالملح، وشللت هذاك المهرس تاعي بحوالي فنجان صغير تاع الماء. نزيد عليه لهنا زوج ملاعق كبار نتاع البصل. هو في الاصل ما يجيش فيه البصل، بصح كي نديروا له البصل راح تحصلوا على مريقه تكون خاثره. هذاك هو الدور تاع البصل. حطيت معاه ثاني نصف ملعقه كبيره نتاع السمن، تقدروا تعوضوها بالمارغرين، ونزيد زوج ملاعق تاع الزيت، ونزيد معاهم ثاني نصف ملعقه صغيره نتاع الكمون وشويه نتاع الفلفل الكحل. الفلفل الكحل دائما ما نكثروش، حوالي ربع ملعقه صغيره تكفيكم. نجي نعجن هذا الخليط مليح بيديا. من بعد نروح نجيب الدجاج، الكميه اللي راح نديروها واللي عندها اللحم بيان سور دير اللحم في هذا التتبيله هكذا باه يتشرب لكم مليح ويجيكم بنين. وكاين بزاف اللي يحبوا يسبقوا الدجاج تاعهم ولا اللحم تاعهم في الزيت والسمن، يفوتوا يحمروه من بعد يرمولوا هذه التتبيله. ما راحش يجيكم نفس الكو، ما راحش يجيكم بنين كما تخلوا اللحم تاعكم يتشرب مليح مليح هذيك التتبيله. شوفوا، انا شديت الدجاج تاعي هكذا نحكم مليح وندخل هكذا تحت الجلده. من بعد كي نتبلو نخلي على الاقل نصف ساعه باه نروح نطيبو. نتوما الا كان عندكم الوقت غطوه بالفيلم انيمونتير وخلوه يتشرب مليح قد ما خليتوه مليح. كما في رمضان ان شاء الله كي تنوضوا الصباح وتخدموا شغلكم، تبلوا شريبتكم حطوها بجيه، وزيدوا حتى الدوزيام بلا تبلوه حطوه بجيه، وجدوا لي فاغس نتاعكم، وجدوا شلاضتكم غسلوها ونقوها الله الله. هكذا يقعد لكم الوقت تستغلوه للصلاة وقراءة القرآن وديروا فيه بزاف صوالح. تلحق 3 ولا 4 تروحي تشعلي على لي بلان تاعك يطيبوا. هذا ما كان. نعاودو نولوا للوصفه نتاعنا. شتوني كما حطيت قطعه صغيره نتاع قرفه، ما تحطوش عود كامل، حطوا مرسو صغير من هذاك العود تاع القرفه اختياري. اللي ما يحبش الذوق تاع القرفه ما يديروش، بصح راح يعطي له واحد البنه هايله. بعد ما خليت الدجاج تاعي تمارينا مليح، دوكا جيت لهنا سخنت الطنجره، ما حطيت فيها والو باسكو كلش راه في هذيك لا مارينات. حطيت هذاك الدجاج ونحط هذيك التتبيله فوقه ونغطي عليه ونخليه على نار قليله يتقلى غير في هذيك التتبيله. خليته انا حوالي 20 الى 25 دقيقه حتى الدجاج تاعي يتحمر والتتبيله نتاعي ما تتحركش باسكو راهي فيها كميه نتاع سوائل. بعد ما جازت حوالي 20 دقيقه ولا 25 دقيقه، سخنت زوج كيسان تاع الماء، هذوك الكيسان تاع ام والد وصلوا لي لدرجه الغليان. جيت مرقت بهم المتوم نتاعي، وغير نمرق نحط هذوك لي بولات ونزيد نحط الحميصه. انا الحميصه دائما نطيبها من قبل، يعني كي نشمخها نطيبها ما نخبيهاش هكذاك مشمخه، وكي نطيبها ندير لها شويه نتاع الملح وشويه نتاع فلفل الكحل هكذا باه تطيب بنينه ماشي صامته. ديجا انا اليوم راني طيبت درت الحميصه جديده. دوكا نغطي عليه ونخليه على نار فريمون قليله يطيب غير في هذاك الماء، ما نزيدش كامل المرق، نمرقو تمريقه واحده. شوفوا لي لاصوص تاعو كيفاش تجي خاطره، وصدقوني واحد البنه هايله يجيكم بنين عسل. راني قربت لكم باش تشوفوا هذيك المريقه، يعني تبقى فيه المريقه مالغري درنا غير زوج كيسان تاع الماء، بصح كي هدينا له النار خليناه على نار هاديه ما راح تشرب لكم هذيك المريقه. هذا لو في التبسيط تاع الفيديو اللي صورته المره اللي فاتت وسوبريماوه ولادي، اما لا راني عاودته لكم جديد. انا نحيت الدجاج دهنته شويه بالمارغرين ودخلته للكوشه تحمر تحميره خفيفه، وزينته كما راكم تشوفوا لهنا زينته باللوز. كيفاش تحمروا اللوز تاعكم؟ جيبوا اللوز يكون مملوط، ديروا شويه تاع السمن في مقله ولا كسرونه وحمروا اللوز تاعكم على نار هاديه وزينوه به. انا راح لي هذاك المقطع مع الفيديو السابق. كملت الفيديو نتاعي معكم لنهار اليوم، ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله يعجبكم ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.